ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جبت لكم طريقه الهريسه الدمياطي زي ما وعدتكم برضو في فيديو البسبوسه اللي احنا عملناه مع بعض. جبت لكم الطريقه بكل اسرارها وازاي تنجح معاكم وتطلع معاكم مظبوطه، وزي ما قلت لكم برضو مش انا اللي هكون بعملها، طبعا والدي هو اللي كده اللي هيعملها. هنا انا بس بكون بصور وباكل وخلاص. فيلا بينا نشوف الطريقه ونسمي الله. هريسة دمياط. هنا عسل جلوكوز، 100 جرام سكر، 150 جوز الهند، 300 جرام سمنة بمعدل كوبايتين 3/4. هنا البولة حط فيها أربع معالق عسل، 4 معالق مية مغلية. نقلبهم مع بعض لما دابوا المية مع العسل. ننزل بال150 جرام جوز الهند، نقلبهم مع بعض. 100 جرام سمنة، نقلبهم. نقلب السكر. بعد ما قلبنا جوز الهند نجيب السميد ننزل بيه، ننزل بالسميد عشان الطبق تبقى صغير. متقلبش أوي، متقلبش أوي، نقلب بالراحة. بعد كده نبسسهم قدامنا. لما نفردها نديها 3 خبطات. نحط كيس التلاجة، ونجيب الصينية ونتك عليها علشان المكسرات. هندخلها بقى فرن على درجة حرارة 180، هتقعد معانا ساعة وربع لان المقدار بيكون هنا كيلو معانا فبيختلف في الوقت. طبعا بعد ما طلعت من الفرن هنبتدي بقى نسقيها السيرب او الشربات، عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية كده من المية، هتاخدهم كلهم بالظبط. هنبتدي نسقيهم بالشكل ده. بعد بقى ما سقيناها الشربات ابتدت بقى تشربه كله بالشكل ده. بدأت هنا لسه فيه جزء شوية كمان لسه ما شربتوش، فهنبتدي بقى ندخلها الفرن وهو مطفي. بدخلها الفرن لحد ما تبرد خالص وبعدين اقطعها. بعد بقى مرور ساعتين هنا انا بدأت اقطعها عشان التصوير، فيها هوريكم يعني شكلها وهي بعد ساعتين بتبقى عاملة ازاي.
هنا ما بتكونش لسه مسكت نفسها قوي، فمن الافضل نبيتها ليلة كاملة في التلاجة. يعني لو عاملينها من بالليل نسيبها للصبح لحد ما تشد كده معانا. طبعا دي بعد ما شدت معايا هي صورتها لكم في الاضاءة بقى، وطبعا شايفين شكلها بقى عامل ازاي، حلوة جدا ومتماسكة وطالعة بصراحة ما شاء الله عليها جميلة جدا. بعد كده ما قطعتها بالسكينة شايفين العسل بقى كده بيتشد ازاي منها. طبعا دي ميزة العسل الجلوكوز، بيديكي شبه الحلويات الجاهزة اللي بنجيبها كده من بره. بتمنى بقى تعجبكم، ما تنسوش بقى الفولو واللايك والشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. دمتم في رعاية الله.